طب شوف دي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو دياب الجديده من البومه الجديد مكانك، واغنيه ما تتعوضش لسه نازله كده بقى حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه عمرو دياب الجديده اغنيه ما تتعوضش من البوم مكانك، لسه نازله كده بقى حبه حلوين. هي مبدئيا من كلمات تامر حسين ومن الحان عزيز الشافعي ومن توزيع شريف فهمي. بالنسبه لي الاغنيه دي هي من الاغاني اللي كانت عنصر قوي لعمرو دياب. شايف ان هي من الاغاني اللي عمرو دياب عاملها بتركيز كان كبير وواضح بصراحه. تامر حسين انا بشوف ان هو بيدي طعم لاكتريه اغاني عمرو دياب، عامل له شغل قوي جدا، وكان من اكتر الاغاني القويه بالنسبه لي اغنيه بيوحشنا واغنيه الكلام ليك انت. اغنيتين كانوا في الجون لعمرو دياب، وخصوصا اغنيه الكلام ليك انت اللحن بتاعها معلق معايا جدا. الكلمات بتاعتها كانت سهله جدا وكانت بسيطه وكلها دلع بطريقه تحفظها، واغنيه يعني تعمل مود حلو وتفرفش الجو. اغنيه عجبتني برده من تامر حسين. الاغنيه دي بقى عكسها تماما، اغنيه تخليك تعيد في ذكريات وفي حاجات عدت وفاتت. كان في حد في حياتك وبتحبه، انت بعد ما انت سبته وبعد ده كله انت جربت وشفت وقعدت مع كذا حد، لقيت ان انت الشخص اللي كان في حياتك ده فعلا ما يتعوضش. بتعترف ان هو مش هتلاقي زيه تاني ونفسه ان هو يرجع لك، تشتاق له. واغنيه من الاغاني اللي بجد هتبقى علامه كبيره لعمرو دياب، وهتعيش كتير جدا لسنين لعمرو دياب بعد كده. انا شايف ان هي من الاغاني اللي انا حسيتني مثلا اللي رجعتني البوم اكمل كلامك، رجعتني البومات عمرو دياب القديمه. اغنيه توزيعها كان جامد جدا من شريف فهمي، اول تعاون ما بينه وما بين عمرو دياب. موزع شاطر وموزع كويس، برغم ان انا ما اعرفوش وما سمعتش اسمه قبل كده، بس عامل توزيع كان مختلف على عمرو دياب. توزيع كان رايق، كلمات كانت في حته ثانيه خالص. الملحن عزيز الشافعي بيفاجئني بشغله اول باول، ودايما اكتف، بيعرف يعمل تيمه لحنيه. الجمل اللحنيه بتاعت الاغنيه كانت جميله قوي. من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي ميزه كبيره ان انت ممكن تحفظ اللحن بسهوله. كذا مره انك تسمع الاغنيه تقدر ان انت تدندنها وتلاقي ان انت اللحن ثابت في دماغك، فدي بالنسبه لي كانت من ضمن المميزات. اغنيه قويه جدا لعمرو دياب. شايف ان هي من الاغاني اللي ما كانش ينفع تتساب، ما ينفعش هي تنزل كده في سنجل وتترمي، لازم هي كانت تنزل في البوم ان احنا نستمتع بيها من ضمن اغاني الالبوم. وبرده ان عمرو دياب مركز جدا على حته الاغاني الدراما والاغاني فيها الحزن شويه او الفراق، ان احنا كنا فاقدين برده اللذه دي في اغاني عمرو دياب بقالنا فتره كبيره. فانا شايف ان عمرو دياب يركز كتير جدا الفتره اللي جايه على اغاني الدراما، بتعمل في رصيد نجاحات كبيره جدا. ان الاغاني الدراما في عمرو دياب بتبقى فعلا مختلفه. مركز جدا في الالبوم، عامل تنوع في الموسيقى وتنوع في الكلمات. لغايه دلوقتي انا منبهر بالالبوم. الايام دي بالذات من ساعه ما نزل ما بقيتش اسمع غيره، حتى لو خلص بعيده تاني. الالبوم يوم يخلص شويه ارجع تاني اشغله. حاجه جميله جدا في الالبوم ده بالذات. وانا كان نفسي ان الالبوم ده ينزل بصراحه في الصيف. في شويه اغاني كده يعني عايزه الصيف وش، المفروض ان هو كان ينزل في الصيف، بس مش مشكله برده، كل تاخير وبرده ليه الخير بتاعه. وشايف ان هي اغنيه من الاغاني اللي هتعلم لعمرو دياب، وكانت عجباني جدا. الموضوع كان حلو، التوزيع بصراحه كان رايق من شريف فهمي. قولوا رايكم في الكومنتات، عرفوا لي الاغنيه كانت عجباكم ما كانتش قد كده. الاغنيه بشكل عام انا اقدر اقيمها وادي لها 8 من 10. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت جديد وتشوف اشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير في كل مكان لكل اصحابك على قد ما تقدر، وشير في كل مكان. اظبطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، انتوا ما تتوصوش، انا عارف ان انتوا قدها. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.